صور نادرة للكعبة المشرفة والمسجد الحرام قبل التوسعة، اللي كان مسؤول عنها المهندس المصري محمد كمال إسماعيل الذي لم يتقاضى أجر لكي يقابل الله، وفي ميزان حسناته عمل التوسعة في المسجد الحرام. طيب دي بصمة لمصري في المسجد الحرام، في كمان بصمات للمصريين تانيين في المسجد الحرام والمسجد النبوي. هنبدأ نقولها بالتتابع. نقول التاريخ المشترك بين المملكة السعودية ومصر، وأبناء مصر اللي أفئدتهم دائما متعلقة بالحرمين الشريفين. ربنا يكتب لنا زيارة بيت الحرام وقبر نبيه عليه الصلاة والسلام، ونفضل دايما أخوة، ونفضل دايما الشعبين متحابين، لأن بينا تاريخ مشترك. آه، أرجو أن الصور تكون نالت إعجابكم. دي مجموعة صغيرة يا جماعة، في مجموعات تانية كتير. لو التفاعل كان كبير هجيب لكم الباقي، لو التفاعل مش كبير هنكتفي بهذا القدر. كده خلص الكلام. السلام.